السلام عليكم أخواتي في الله، واش راكم؟ إن شاء الله كامل وحدة وحدة تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم راه معنا اللون روعة روعة، كيما راكم تشوفوا اللون طبيعي بزاف شباب، واهم حاجه انه يخرج لنا بلا ليماش بلا ديكاباج، يعني غير بالصبغه وحدها، وراح تحافظي على صحه شعرك وشعرك يبقى كيما راه. بدون اطاله نروح مباشره للقاعده اللي يتحط عليها هذا الميلونج. لازم شعرك يكون يا اما في درجات العسلي مثل الخصله اللي راهي امامنا، يا اما يكون في درجات البرتقالي، حتى انت تقدري تحطي هذا الميلونج وراح تخرج لك لا كولور هايله. راح نخدموها بصبغة بيبي غوز. كما تعرفوا صبغة بيبي غوز راه فيها تدرجات الوان كثيره روعه، وزيد لا كولور تاعها تخرج باهيه، تخرج فيها واحد لا بريونس بزاف شابه. الميلانج تاعنا متكون من رقمين او لونين. الرقم الاول راح تدي 12.22 اشقر بلاتيني لؤلؤي، راح تدي منه النصف علبه. انا هنا راح ندي قيس الخصله. هنا البنات اللي عندها شعرها كثيف وطويل ربي يبارك تضاعف الكمية من كل رقم. يعني أنا هنا ديت نصف، أنتي تدي علبة كاملة، ولو أنه علبة بيبي غوز تجي فيها كمية كبيرة. نروحو للرقم الثاني اللي هو 7.1 أشقر متوسط رمادي، حتى هو راح تدي منه النصف. الأوكسيدون يكون تركيز 30. وهنا نطبقوا الميلونج على الخصلة تاعنا. انتي كي تجي تحطي الميلونج في شعرك في الجذور ما تخلي لا دو سنتيم لا حتى حاجة، عادي صبغي من الجذور حتى للأطراف. والمدة اللي راح تخلوها في شعركم ما بين نصف ساعة حتى ال45 دقيقة. يعني بعد نصف ساعة تشوفي الصبغة، تلقاي لاكولا خلاص خرجت، تروحي توصلي شعرك مباشرة. تلاقيتيها مازال ما خرجت، تبداي تزيديها بشوية، يعني على 35 زيدي تشوفيها، على 40 زيدي تشوفيها حتى ال45 دقيقة. وهنا راح نشوفوا الخصلة تاعنا بعد ما جزت عليها نصف ساعة. هاي لكم الخصلة كيفاش راها. هنا راها بالصبغة لاكولا راها تبان فونسي، ما راهاش تبان مليح. كي تتغسل تتنشف راح تبان لكم خير وخير. اللون تاعنا روعة روعة روعة. هذا اللون يا البنات يبان اللون طبيعي، ما راه يناسب جميع أنواع البشرة. وأهم حاجة حافظنا على صحة الشعر. يعني خرجتي هذا لاكولير بلا ديكاباج بلا ليماج غير بالصبغة، وشوفي لاكولير اللي تحصلتي عليها. وهنا لحقنا لنهاية الفيديو، ما علي نقولكم غير دمتم في رعاية الله وحفظه. أي سؤال أي استفسار كتبوا لي في التعليقات، راح نجاوبكم كامل بإذن الله. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.